اهلا اهلا بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ امور مزيانه على خير، عواش مبروكه، رمضان مبارك على جميع الامه الاسلاميه يا ربي، باش ما كتمناو الصحه والسلامه واي حاجه كتمناوها في حياتكم. الله يوصلكم ليها ان شاء الله يا رب. كي دايرين؟ بخير، امور مزيانه. كاين شي تحضيرات؟ كاين شي توجد لرمضان ولا والو؟ صراحه هذا العام ربما هذا اول عام ما غادي نشارك فيه حتى شي تحضيرات، ماشي ما حضرتش، حضرت ولكن ما بقيتش كنصور. خلاص تبارك الله كلشي موجود، كلشي كاين ديجا، عندي فيديوهات يعني قدامين. داكشي علاش قلت بلا ما نبقاو غير نفس الحاجه نبقاو نعاودوها. ان شاء الله في رمضان اكيد الا كانوا شي افكار جداد، شي مملحات جداد، داكشي ضروري ما غادي نصورهم وننزلهم في القناه ان شاء الله يا المهم ربي. بنات، الفيديو تاع اليوم كنتمنى يعجبكم. اكيد اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم وتبارطاجيو اكيد باش تدعموني. واحد الحاجه عاوتاني بغيت نقولها، الفيديوهات مؤخرا ما بقاوش كيوصلوا، يعني واخا كنت كنحط شي فيديو ما كيوصلش للمشتركين. علاش؟ لانه ما كنحطش بزاف وكنبقى نغبر، فاليوتيوب ما كيبقاش يوصل الفيديو تاعي للمشتركين، داكشي يعني ما كيوصلهمش الاشعار. فعفاكم اللي شاف هذا الفيديو يدير ديزابوني ويعاود يتابونا ويعاود يفعل الجرس باش هكا يبقى يوصل الجديد ان شاء الله اللي غادي نبقى نحط. المهم كيف ما قلت لكم هذا الفيديو هذا صراحه كان اجابه على بزاف ديال التساؤلات. اكيد تحضيرات رمضان حتى هي كيدخل فيها هكا شويه الشقه وداك الشيء، فكان عندي هكا كنت باغيه نخمم الكوزينه، بغيت نعاود هكا شويه الديكور، نعاود داك الشيء. ان شاء الله غادي نشاركو معكم الفيديو الماجي، ولكن هذا الفيديو بالضبط غنشارك معكم هاد المنظمه اللي بزاف الاسئله كيجيوني عليها، فقلت ضروري خصني ندير فيديو هكا عليها باش هكا يبقى اجابه على التساؤلات ديال بزاف البنات. بزاف كيسولوني على المنظمه، فين صوتيها، شحال فيه هاد العبار وبزاف د الحاجات. المهم انا هنا غادي نشارك معكم يعني كيفاش المهم فين خدمتها وداك الشيء، العبارات ديالها كاملين بالديتاي، وانا غادي نخلي واحد التصويره هنا اللي المهم زعما رسمتها، راني كنعرف الرسم باش حطيت العبارات كتبتهم هكا، وفي نفس الوقت غادي نشرحها لكم. انا غادي نحط التصويره هنا ونشرح لكم. فكيف ما شفتوا معايا البنات ها هي حطيتها هنا. بالنسبه لهاد المنظمه فين صوبتها؟ اول حاجه الحديد صوبته عند الحداد، يعني اللي كيصوب داكشي الحديد، وهذا عطيته العبارات اللي انا باغا وصوب لي الحديد، وهو اللي دفعها للنجار باش صوب لي داك الخشبات فين كيجيو هكا محطوطين. هذا ما كان بالنسبه للحديد، فهو سولني واش بغيتيه باش بغيتي نصبغوا له، قلت له صبغوا لي بالكحل، انا عجبني باللون الاسود هكا جا زوين. فبالنسبه للعبارات هي في الطول ديالها كامل فيها 162 سنتيم، بالنسبه عرض فيها 70 سنتيم، بالنسبه لداك 50 سنتيم اللي مكتوبه فهي فحال قلتو الخروج ديالها على الحيط، يعني شحال جات خارجه على الحيط، فهي فيها 50 سنتيم. بالنسبه للطاجره الفوقانيه جا داك الحديده شويه طالعه فيها، هذيك الطاجره اللي الفوق. المهم هانتوما غتشوفوها معايا. بالنسبه للطاجيرات اللي كبارين اللي انا وحده كنظم فيها الاجهزه الكهربائيه، وحده دايره فيها الفرن الكهربائي، عندي فيهم 42 سنتيم في كل وحده. بالنسبه للفرن الكهربائي فانا عندي 60 يطرو، يعني كبير، هزاتو لي داك البلاصه. انا في الاول عبرت على اساس الفران خصو يجيني تماكين. اما بالنسبه للطاجيرات اللي بقاو لتحت فهما عندي بجوجهم حتى هما يعني قد في العبار، فيهم 24 سنتيم في كل وحده، كيف ما موضح في داك الصوره اللي راني حاطه لكم، فيهم 24 سنتيم 24 سنتيم يعني ديال الطول ديالهم. بالنسبه التنظيم اشنو كننظم في هاد المنظمه هذه، الصراحه نفعتني بزاف 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 ما تخيلوش. انا هنا راني مهم في الاول بعد داك الفرن الكهربائي راني ضربتها له بواحد المسحه مزيان هكا، مسحتو له. بالنسبه لداك البرودوي صراحه الاسم ديالو كانت قطعاتو لي بنتي، داك فين كيكون مكتوب الاسم قطعاتو، مبقيتش عاقله على سميتو. هو تقريبا فحال الو، ولكن له الصراحه غزال يا البنات، زوين بزاف. انا نظفت به الفرن الكهربائي وكذلك الفرن الغازي، ما نعاودش لكم كيفاش كان عندي حالته من الداخل. كنت كنطيب فيه هكا الدجاج، كنطيب فيه شحال من حاجه، عرفتو ليدام ولا داك عرفتو داك الشكل كيولي اللون ديالو حمر هكا وداك الشيء مدمع بحال داك الشيء، ولكن عرفتو رجع جديد. رشيتو فيه وهو سخون، رشيتو
وخليته بات فيه وعاود رشيته الغد ليه عاد باش حكيتو عرفتو رجع كيشعل. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، باش بالنسبه للتنظيم فانا في دوك لي بواط هكا، هذوك لي بواط البنات كنت خديتهم ب5 دراهم الوحده. عند واحد السيد كيبيعهم صراحه، هما كيجيو هكا يعني كيكونوا ديجا مستعملين ديال كيكون فيهم الكلاص واقيلا على ما اظن، وملي كيخواو هذاك السيد مهم كيبيعهم هكا ب5 دراهم. كنت خديت من عنده 4 الوحدين صراحه جاوني مزيان في داك الطبقه. وشنو كننظم فيهم؟ المهم وحده كندير فيها الفراس، وحده كندير فيها فيها هكا الخمارات، هادشي كله باش كيبقى قريب ليا. وصراحه هكا كيجيني ساهل ومزيان في التنظيم ديالو. بالنسبه لدوك الشبيكات الكبار اللي شفتو لتحت، كاع داكشي اللي كيبقى لي من التقضيه هكا كيبقى في الميكات وهذا كنخشيه تما كاين. ولكن مؤخرا صراحه كنت لقيت واحد البواطات زوينين، لقيتهم والثمن ديالهم كان زوين، خديتهم كاع داكشي اللي في البلاستيك صراحه درتو تماكن. وهذوك البواطات نظمتهم في دوك الشبيكات صراحه مبقاتش عندي الروينه بزاف. شوفوا فين ما يبان لكم لي بواط ديال الغونجمون شريوهم، كينفعوا بزاف البنات ما غتندموش عليهم. اي حاجه كتنظمها لكم ما كيبقاش عندكم قوه الكركبه، قوه البلاستيكات، هذه فيها شويه من هنا هذه فيها شويه من هنا، ما كتبقاش داك الروينه نهائيا. بالنسبه لداك الطبقه كيف ما شفتوا راني منظمه في هذوك الالات الكهربائيه، حتى هما مسحتهم مزيان هكا وعاود نظمتهم تماكن. وهاد الطبقه الفوقانيه راني دايره فيها هاد لي بواط هادو كنحط فيهم كاع داكشي اللي كيبقى قريب ليا بحال هكا، آه لي بات، المهم داكشي اللي كنبغيه عفوا اللي كنبغيه يبقى قريب مني بزاف وصافي. يعني هذه هي الطريقه باش كننظم هاد المنظمه هذه صراحه. حتى المنظر ديالها في الكوزينه كيجي زوين بزاف. المهم بالنسبه لهاد البلاصه فين انا دايره الالات الكهربائيه اللي عنده الميكرووند يقدر يديروا فيه كيجي عاطي منظر زوين. صراحه انا ما عنديش، المهم كنفكر ان شاء الله غادي تما غيجي زوين حتى هو صراحه كينفع. المهم اي حاجه تقدر تنظمها لكم، اي حاجه طيح على بالكم تقدروا تنظموها فيها. بالنسبه لي ما عندوش بلاكارات تقدر نظم فيها الماعن، نقدر نظم فيها اي حاجه، راه ما تندموش عليها. انا صراحه ندمتش عليها. بالنسبه للثمن بشحال تقامت عليا، الا بقيت عاقله 1000 ريال باش كانت تقامت عليا كامله بالخشب وبالحديد ديالها. وصراحة الله البنات ما ندمتش عليها نهائيا. كيف ما شفتوا المنظر تاعها كيجي زوين، درت داك البلونط هكا تما كاين، جات حتى هي عاطيه منظر زوين. ستفت كلشي، نظمت فيها كلشي صراحه كتولي نقيه. المهم هنا فكرت كناخذ العبارات وكنوريهم لكم. على اي راني عرفت ما غاديش يبانوا في الصوره مزيان داكشي باش كنت عاودت عبرت وحطيتهم في داك الصوره باش يبقاو هكا واضحين لكم وتشوفوهم. المهم كنتمنى من كل قلبي انه هذا الفيديو هذا يعجبكم. اكيد اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم، تدعموني وتساندوني. الا عجبكم الفيديو تبارطاجيو، الا كان شي حد كتعرفوه باغي فحال هاد المنظمه هذه ف غير زعموا عليها صراحه زوينه بزاف وما عمره ما غيندم عليها. انا عمرني ما ندمت عليها الصراحه. كنحطها هكايا في الجنب ديال الثلاجه كتجي عاطيه منظر زوين، ديكور زوين. اي تنظيم تقدروا ديروا فيها، اي حاجه تقدروا تنظموا بها غادي تعطي واحد المنظر اللي زوين في الكوزينه، غير انها كتجمع لكم بزاف ديال الروينه وبزاف ديال الكركبه، ما كتبقاش الكوزينه مرونه بزاف. فشكرا لكم بزاف على المشاهده، تهلاو في راسكم، السلام عليكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.